الفيديو ده ان شاء الله هقول لك على بعض الاسباب اللي تختار فيهم المدرس الصح. لو هو بيعمل كده فما تروحش عنده اطلاقا. اول حاجه معانا وهو لو مدرسك بيحل اسئله سهله ومفهمك ان الدنيا بسيطه والدنيا ابسط مما تتخيل، وده اللي هيجي لك اخر السنه، فانت لازم تسيبه. لان في اخر السنه هيجي لك اسئله من السهل للصعب في المتوسط، فانت لازم تكون متدرب على كل الاسئله بافكارها وتنوع الاسئله، فده لازم شيء مهم جدا. وتاني نقطة بقى معانا هو امتحان الحصة. امتحان الحصة هو الهدف منه مش اللي انت تقفله او اللي انت انا غلطت في ليه وبتاع وتبدأ تتضايق. وامتحان الحصة بالمناسبة مش مقياس لآخر السنة اطلاقا. امتحان الحصة بيعرفك انت وصلت لحدات ايه من مستواك، وانت واقف او عندك مشكلة في النقطة الفلانية فابدأ اعالجها واطور من نفسي فيها بس. ما تروحش عند مدرس عنده أعداد كبيرة بحيث إن أنت أصلا عبال ما تقول له سؤال يكون هو روح أصلا. فبلاش تروح عند مدرس عنده أعداد كبيرة، خصوصا في مادة زي الرياضة محتاجة تفاصيل ومحتاج تفهم كل جزئية فيها أو الفيزياء، فأنت محتاج فعلا عدد قليل عشان تقدر تجاوب مع المدرس والمدرس يتابعك بطريقة كويسة. ما تسيبش مدرسك اللي انت كنت عنده لمجرد اللي هو مش مشهور او سمعت اللي فيه حد مشهور فتروح له وخلاص او تمشي ورا صاحبك، لان ده هيضيعك. صدقني كانت تجربه فعليه وتجربه حقيقيه ان انت تمشي ورا حد او تقول ده كويس لمجرد اللي هو مشهور وبتاع وانت ما بتفهمش منه. يا ابني لو ما بتفهمش منه امشي لمصلحتك، لان الحاجات دي هتعود عليك اخر السنه بالسلب، فامشي من دلوقتي. تالت حاجة بقى ايه، او يعني في وسط الحاجات اللي احنا بنقولها دي حاجة مهمة قوي: ما تروحش درس وتقعد شاشة. بمعنى ان انت تقعد تتفرج على المدرس في الشاشة. وفر فلوسك، وفر وقتك، واتفرج عليه اونلاين. هيكون معاك الحصة متوفرة، انت قاعد في بيتك، موفر عليك مواصلاتك، موفر عليك تعبك، كل ده فكل ده يعني بياكل مجهود كبير جدا، فبلاش انت تتعرض له. ولو مدرسك بيديك واجبات كتير وما بيشوفش الواجب او يصححه معاك او يعرف معاك الاخطاء، فانت لازم تسيبه، لان الهدف من الواجب اللي هو يمرنك على الاسئله وتعرف انت وقفت فين وانت مستواك ايه. مش الهدف ان انا اقعد اديك اسئله كتير قوي وفي الاخر لا اعلمها معاك ولا اشوفها معاك. في نهايه الفيديو ده لو انت استفدت حاجه حتى لو معلومه صغيره، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتشارك الفيديو ده، ان شاء الله ينفعك وينفع غيرك بامر الله.